هنعمل بقى النهاردة مع بعض أسهل وأحلى حلا بارد هيرطب على قلبنا في الحر ده، وشكله تحفة وطعمه خطير بجد. شايفين الجمال؟ شايفينه عامل ازاي؟ حلو جدا جدا يا بنات، وسهل وسريع، ومش هياخد معانا وقت ولا مجهود ولا فرن ولا أي حاجة خالص. طبعا في الحر ده ما بنحبش بقى نولع فرن ونغلب نفسنا. شايفين يا بنات شكلها عامل ازاي؟ حلو جدا جدا. القطعة بقى اتقلبت مني في الطبق، قلت بقى احط عليها صوص شوكولاتة كده واظبطها. شايفين طعمها خطير بجد، حلو جدا جدا، وهتعجب الولاد جدا. والله بجد يعني طعمها خطير بجد، وما خدتش معايا اي وقت نهائي. يعني عملتها بسرعة الصاروخ زي ما بيقولوا. جميلة جدا يا بنات، وبجد جربوها. بس نصلي على النبي الأول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنجيب بولة بقى أو أي حاجة كده، هنحط فيها نص كوباية من الكريمة من غير سكر، وتلات أرباع كوباية من الحليب المتلج. الحليب ده يا جماعة أنا بدوب فيه السكر قبل ما أحطه في الفريزر. تمام كده. قلبناه بقى بالمضرب وضربناه كويس جدا لحد ما وصل القوام ده. طبعا انتوا يعني أنا زودت حليب تاني بعد كده. تمام كده. يعني انت حطي كوبايه الا ربع حليب، وبعد كده بزودي لو لقيت القوام ايه تقيل. ده بسكوت ساده وبسكوت اوريو، بس كده. دول بكوين بسكوت ودول بكوين بسكوت برضو. بكوين بسكوت ساده اللي هو بتاع الشاي ده، وبكوين بسكوت ايه اوريو. مش حاجه يعني، ولا هيكلفك كتير او ولا حاجه والله، وطعمها خطير بجد. هنقلب بقى البسكوت، هنكسره قطع كبيره يعني مش هنهريه قوي. هنقلبهم مع بعض ونجيب بقى الكريمه بتاعتنا. هنحط بقى ايه فيها البسكوت وهنقلبها كويس جدا، وفي نفس الوقت ما نقلبش كتير برضو علشان خاطر البسكوت ما يعجنش معانا. احنا عايزين نقلب المقادير بسرعة علشان خاطر هنحطها في الفريزر. ده شوكولات شيبس يا بنات، ممكن تستغنى عنه خالص. ودي بقى منجاية، انا قطعتها مكعبات كده وحطيتها بقى ايه على البسكوت والكريمة بتاعتنا وشوكولات شيبس، وقلبنا بقى المقادير بتاعتنا سهلة جدا جدا. جبت القالب ده وهجيب كيس من بتوع التلاجة، يعني انا قطعاه نصين كده وهحطه فيه. وبعد كده هنجيب بقى الخليط بتاعنا وهنقلبه في القالب ده. علشان خاطر انا حطيت الكيس التلاجة ده علشان خاطر احنا هندخل القالب ده يا جماعة في الفريزر. لما نيجي نقلبه من القالب ده يتقلب بسهولة جدا، لو في كيس. مش في كيس مش هيتقلب طبعا. طبعا انا قلبته اهو. هنسويه كويس جدا جدا علشان خاطر ما يبقاش ايه معروج. هنخبط بقى القالب كده على الرخامة علشان خاطر ايه الفراغات اللي تحت تتملي. هنقلب بقى الكيس بتاعنا فوقيه كده وهندخله في الفريزر 3 4 ساعات كده. يعني انا عملته المغرب بصراحة على الساعة 8 كده، طلعته 11، فكان اتجمد وكان كويس جدا. يعني انا حتى لما خلصت تصوير وكل حاجة ما كانش فك بصراحة. وطبعا يا بنات نخلي بالنا علشان احنا في الحر ده الكريمة بتسيح بسرعة. يعني احنا هنخلص بسرعة كده وهندخله في الفريزر تاني. يعني انا بعد ما خلصت الفيديو خالص بصراحة كان لسه ما فكش ولا حاجة. شايفين يا بنات قلبناه بكل سهولة. هنشيل بقى الكيس بتاعنا هنرميه، وهنجيب بقى صوص شوكولاتة. انا حاطه بقى في كيس تلاجة كده، يعني دي قطعة شوكولاتة خام يا بنات. انا سيحتها بشوية حليب يعني سخنين، بس هي دلوقتي باردة يا بنات. تمام كده. خلصناها كده، شكلها تحفة بجد. عندي بقى قطعة شوكولاتة تانية كده انا بشرتها واحطها فوقيها برضو علشان تدينا ايه شكل حلو. طبعا انت مش مضطرة تحطي بقى صوص شوكولاتة والكلام ده، ما تكلفيش نفسك يعني. انت لما تعملي الخليط ده ممكن لو عندك صوص شوكولاتة حطي، ما عندكيش ما تشتريش يعني. هتعمليه كده وطعمه جميل جدا لوحده كده. تمام كده يا حبايبي. شايفين الشكل؟ عظمة بجد. شكله جميل وطعمه جميل جدا وبيتقطع بكل سهولة. وطبعا يعني لازم احنا مثلا انا قطعت دلوقتي واكلنا وكل حاجة، اللي هيفيض بقى نحطه في الفريزر مش في التلاجة يا حبايبي، علشان خاطر الكريمة بتسيح. يعني لازم ندخله الفريزر مرة تانية. بعد ما نقطع كل مرة هتاخدي منه هتدخليه الفريزر، مش هتحطيه في التلاجة. تمام كده. شايفين يا بنات شكله جميل جدا وطعمه يجنن يجنن. الولاد كانوا مبسوطين بيه جدا.
اعمليه هتعمليه بكل سهولة، مش هياخد معاكي وقت ولا مجهود. بس ما ننساش بقى نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. وطبعا في الحر ده كل شوية بقى عايزين حاجات ساقعة كده وحلويات باردة زي دي مثلا ترطب على قلبنا في الحر ده، أو مرطبات بقى حاجات تتشرب، حاجات باردة برضو زي اللي أنا عملتها معاكم في الفيديوهات اللي عدت. يعني جربوها بجد حلوة جدا كمشروب أو حاجات باردة من دي، طعمها جميل جدا بجد. جربوها يا بنات ومش هتندموا بجد، شكلها تحفة تحفة، يعني الولاد هيفرحوا بها قوي. وبألف هنا وشفا للي يجربها.